البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في قناه شهوات كريمه. المهم البنات، اليوم بغيت ندير الغداء، ندير واحد الحوته في الفران وسميتو. بغيت كنت ما غنصورهاش صراحه، في الاخر قلت علاش لا نصورها معاكم. هانتوما عندي هنايا البطاطا والبصله، هما قطعتهم على شكل دوائر، وعندي هنا الفلفله حمراء وخضراء، المهم قطعتها عشوائيه هكايا ولا دواور كما بغيتو نتوما. عندي هنا مطيشه حتى هي دواور، عندي هنا داك الصلصه بيردي حتى هي داك لاصوص ديال المعدنوس والثومه وداكشي، وعندي نص كاس ديال زيت العود، وعندي حوته هاد الدراده هذه حوته عندي مشرمله شرملتها. ما غنديرش فيها قوه العطريه البنات، غندير فيها غير داك الثومه والربيع وهذا ولي بزار قزبور يابس، ما عنديش انا هنا نديرو، هنا درتو هنا، والزعتر والملحه صافي هادشي اللي فيه. ازير تجي من السما. المهم والمقادير ديالها لا غندير في العطريه، المهم هذا نخليهم هنا. عندي هاد ورق الغار، وعندي هنا الزعتر وازير، ها هو ازير والزعتر. عندي هنا الثومه بودره، عندي هنا ملحه، عندي شويه ديال السكينجبير ولا بزار، وشويه ديال هاد السودانيه هذه على حسب الذوق، هذيك اللي بغيتو ديروها، ما بغيتوش ما ديروهاش صافي. المهم هادشي اللي غادي ندير. هاد العطريه هذه غادي نديرها هنايا فوق هاد البطاطا وهاد الشيء. نقول لكم البنات الصراحه، الحوت ما خصهمش تكثروا فيها بزاف ديال العطريه. نتوما البنات ما خصكمش تكثروا فيه العطريه الحوت، باش كيجي المذاق ديالو وزوين الصراحه. هانتوما غنجيب هاد نص كاس الزيت حتى هو شويه ندير من فوق الحوته وصافي، وغادي نخلط هاد الشيء هكا. كيبان لكم هكا ابيض، ولكن كيجي مذاق واعر، كيجي داك المذاق ديال الحوت باين. ما كنكثروا بداك الشرموره بحال كنديروا حنا في المغرب، كنشرمروه بزاف، كيبقالوش المذاق ديالو. هذا الحوت هذا بحال السردين، واخا الا شرمرتو واخا، ولكن هذا الحوت البيض هكا ديال الفران وداكشي من الاحسن ما تكثرولوش. ديروا لهاد الطريقه هذه تشوف كي غيجيكم زوين، جربوها وتشوفوا صافي البنات. المهم هاد لاصوص ديال هاد الصلصه بيردي كنقولوا لها هنايا، زعما لاصوص خضراء، هادي نديرها هنا في الحوته هنايا باش تلق فيها الريحه زوينه. وكثروا له الثومه، عاد نجيب واحد جوج دروس ديال الثومه نقطعهم حتى هما، نسيتهم ما حطيتهمش هنا. كيجي غير الثومه والزعتر وداكشي كيجي واعر. هانتوما تجيبوا الحوته ديالكم كديروها هنا صافي، كتجيبوا هاد الفلفله كتحطوها هكا، الفلفله على حسب الذوق، بغيتو ديروها ما بغيتوش حسب ذوقكم نتوما. الحامض حتى هو عندي، خصك ديرو حتى الطرونش ديال الحامض، ما عنديش انا قيله تسالى ليا. الحامض كيجي زوين هكا صافي. كديروا هادشي هكايا. المهم كتفرقوا هادشي، كديروا ملي كيطيب كتهزوا داك لاصوص كتبقاو تحطوه فوق هاد المطيشه وهادشي. المهم هكا ما تكثروا له لا عطريه لا والو. تشوفوا كيفاش غيجيكم الحوت، كيجي بنين بزاف والله. انا رجعت هذه الطريقه اللي كندير له صراحه، حتى في الطاجين كيجي زوين، ولكن هكا كيجي احسن صافي البنات هكا. المهم نشوف واش عندي حامض ولا لا. نتوما البنات لقيت واحد النص ديال الحامضه، ديما كيكون في الثلاجه داك النص حامضه. المهم ها هو درت واحد طرونش هنايا، وهذه عصرتها هنا. اصلا الحوت مشرمله حتى هو دايره له الحامض صافي. نكملوا هاد الزويته اللي بقات هكا على فوق هاد المطيشه وهادشي باش ما تبقاش عاوتاني ناشفه. اصلا هاد الحوت كيطلق ليدان، كيكون تبارك الله فيه سميتها فيه الشحمه هذا صافي البنات. دابا غادي ندير عليه من الفوق شويه ديال الزعتر. انا كنجيب هذا كينفعني الصراحه، ماشي الزعتر هذا واقيلا داك حبق ولا شنو هذاك، ولكن حتى الزعتر عندي هنايا. ها هو صافي كديروا هكا. هانتو غادي ندير له
ندير له سميتها واحد الكاس صغير ديال الماء. اصلا داك البصله وداك المطيشه كيطلقوا الماء. هانتوما جيو للقنت هنا وديروا واحد فاش طيب هاد البطاطا وصافي. هانتوما البنات دابا غادي نزيد الثومه. نسيت ما درتش معكم في الاول. كنديرو شي طرونش هكا كنديرهم لداخل مع داك ورق الغار حتى هو باش كيطلق الريحه، سيدنا موسى ولا المهم كيقولوا له. صافي الثومه غير كثروا له الثومه، الحوت كتجي مع الثومه، ولكن بقوه العطريه لا. ديروا غير هادشي اللي قلت لكم انا، الابزار. خا الكمون ما ديروش، علاش؟ الكمون اللي درتوه غادي يحيد لكم المذاق ديال الزعتر ديال ازير. ما تخلطش الكمون مع ازير مع داكشي. صافي غير هكا. شوفوا كيفاش جات تبارك الله، جات اللاطه واعره زوينه كتشهي. كنتمنى ديروها نتوما. دابا غادي ندير له اوراق ديال الفران. هذا غادي نغطيها ونزيد لها من الفوق الومنيوم. ها باش نقيس الماء الومنيوم، ما ديروش بوحدو، ديروه هذا كندير فيه اللاطه البنات فران. صافي غادي نغطيوه هكا مزيان. غادي نديروه في الفران مزيان غادي يتوجد. المهم واحد نص ساعه هكا كتكون واجده. الفران دابا عندي سخون. صافي نديروها من تحت ومن الفوق على 180 درجه ولا المهم على حسب الفران ديالكم نتوما. صافي البنات غادي نديرها في الفران ومنين طيب نرجع معكم ان شاء الله. هانتوما البنات ها هي الحوته ديالنا من بعد ما خرجنا من الفران. شوفوا تبارك الله كيفاش جات مشحره غزاله. هانتوما فيهاش كاع، فيها غير الزويته اللي بقات فيها. شوفوا مشحره جات زوينه. كنصحكم ديروا الحوت بهذه الطريقه هذه في الفران، كيجي بنين، كيجي المذاق ديالو كيبقى زوين. والمهم ها هي الشكل النهائي ديالها، وساهله دغيا دغيا كديرها. وكنتمنى يعجبكم الفيديو وتجربوه وديروا هذا الحوت لوليداتكم. وكنتمنى ديروا لي لايك في الفيديو وبارطاجيو القناه ديالي، ديروا اشتراك باش يوصلكم الجديد. وحتى الفيديو اخر ان شاء الله يا ربي.